السلام عليكم، ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. انتوا عارفين طبعا يا اصدقائي ان انا بعاني من الغضاريف، من الفقرات العنقيه بقالي اكتر من 11 سنه. وانا جربت العلاج الطبيعي وكل حاجه، فمفيش فايده من الادويه، مسكنات وكل حاجه. فدكتور واصدقائي المقربين وليا اصدقاء دكاتره قالوا لي السباحه ديت هي اكتر حاجه هتريحك جدا، وهتكون جسمك مستريح واحسن حتى من العلاج. وده حقيقي فعلا. كنت بروح نادي تبع القوات المسلحه في مدينه نصر، وبصراحه الكابتن كان كان بيكرمني جدا في الفلوس يا اصدقائي، كان عامل لي تخفيض وكده، عارف الظروف يعني. فكنت بروح، فانتوا عارفين طبعا حمامات السباحة يعني لا مؤاخذة يعني الناس بتتف فيها وبتنف فيها وبتعمل حمام كمان فيها. فانا جالي تلوث، والتلوث ده دخل جسمي، فحسيت ان في كده ريحة كريهة بتطلع مني وافرازات والكلام ده كله. فانا بطلت السباحة، رغم ان انا كنت بحب قوي ونفسي ان انا اكمل ونفسي ان انا اتعلم السباحة. ويعني علشان حتى السباحة بتعلم الانسان، تخلي كده عنده عضلات وبتقوي عضلاته وبتخليه جسمه كده رشيق. المهم، فرحت بطلت السباحة. بعد كده استمرت الريحة الكريهة واللي بتطلع مني. وانا يعني قلت طب خلاص هاخد بقى، يعني هروح عند الدكتور. ورحت عند دكتور عادي، كتب لي يعني حاجات اللي انا اشربها للبكتيريا، وحاجات انتوا عارفين بقى الستات عارفين الموضوع ده، التشطيف والحاجات ديت. فمنفعش منفعش اي حاجة. بعد كده بطلت بعدها بشهرين 3 كده، لقيت ان في كل ما اخرج مشوار الاقي ان في دم بينزل مني، كل ما اخرج مشوار الاقي ان في دم ينزل مني. طب ايه؟ قلت بقى ده انا يعني انا قلقت بصراحه، وبيني وبينكم المواضيع ديت بتقلق، لان وكل شويه افتح الانترنت الاقي ده بقى يعني ايه، لا قدر الله ممكن يكون مشكله في الرحم وسرطان في الرحم، وهي ديت اللي بتعمل النزيف والحاجات دي. اتخضيت جدا، واقرا الانترنت اتخض جدا واكتر، ودماغي بقى كمان تروح لحاجات والكلام ده. فرحت، كان صاحبتي في الوقت ده، صاحبتي الانتيم الصربيه موجوده في الوقت ده في القاهره. فقلنا نروح عند دكتوره معروفه في المطريه، ماشي. خدت صاحبتي المطريه، الحمد لله احنا خرجنا سلام. المهم، وخرجت بيها سليمه الحمد لله. المهم يعني المهم فروحنا للدكتوره. اول ما رحنا للدكتوره فبتقول ايه، اول ما شافت صاحبتي: تعالي يا بنتي، تعالي يا بنتي، تعالي يا بنتي اشوفك. قلت لها تشوفي لي ايه؟ قالت لي يا بنتي تعالي اشوفك. قلت لها طيب. قلت لها بص، انا عندي افرازات والكلام. قالت لي شوفي، قالت لي اشوفك. قلت لها طيب. وتبص لصاحبتي، بصت لي: لا. بنتنا شمعتها منوره، شمعة منورة، بنتنا شريفة. يا نهار اسود يا نصيبتي، ايه اللي الست ده بتقوله؟ يا نصيبتي يا نصيبتي. فلهو علينا، وانا الطم النيلة. المهم راحت كتبت لي اللي هي المنشط، كتبت لي حاجات كده يعني ايه، التهابات والكلام ده. قالت لي ما تخافيش وما تقلقيش. وراحت بعتتني اعمل يعني تحاليل، يعني عشان خاطر ايه، انفع المعمل اللي جنبها. فانا رحت برضو، والكلام ده ما لقوش عندي حاجه والكلام ده. المهم ان انا استمريت اخد العلاج، برضو ما فيش فايده. طب وبعدين؟ فرحت لدكتوره تانية في المرجع، عندنا امراض نسا. كنت فكل ما بروح للعياده طبعا، فكله: انت يا بنتي في حامل في الشهر الكام؟ انا مش حامل. انا كان اول مره ادخل عياده امراض نسا والكلام ده كله. لا انا مش حامل، انا الكلام ده مش حامل. طب انت يا بنتي جايه هنا ليه؟ عندي شويه مشاكل كده والكلام ده. ماشي. المهم فالدكتوره اول ما عملت السونار فبتقول لي ايه، اول ما الدكتوره فعملت السونار فبتقول لي اللي انت عندك تكيسات عشان خاطر وزنك والكلام ده كله. فقلت لها ماشي، انا اعملي جيم واعملي دايت، وكتبت لي حاجات اللي هي تنزل الوزني والكلام ده كله. قالت لي التكيسات ديت هي اللي عامله الافرازات ديت، وهي اللي عامله الدم والكلام ده، وخدي برشام منع حمل. خدي برشام منع حمل. طبعا انا كانت المصيبه بالنسبه لي موضوع البرشام المنع الحمل ده. ليه؟ بعد كده انا عرفت بقى ان برشام منع الحمل ده علشان بيوقف النزيف. ماشي. خدته كده فتره، وقف النزيف ده. فقلت ماشي انا كويسه جدا. لقيت ان انا باخد البرشام والنزيف ده برضو شغال. قعدت 6 شهور انزف يا اصدقائي، 6 شهور انزف ومش عارفه ايه الموضوع. المهم فانا بقى خلاص انا فقدت الامل يا جماعه. طب في ايه؟
ما هو ما فيش حد عايز يكشف، ما فيش حد عايز يتنيل يكشف. رحت بقى خلاص لما يئست، رحت عند دكتوره عندنا في المرج الجديده في جامع. فاول ما شافتني اللي هي اول ما دخلت عندها بتقول لي عندك إيه؟ قلت لها عندي كذا كذا وكذا. قالت لي وانا مش متجوزه. قالت لي مش متجوزه اطلعي بره. قلت لها إيه؟ بتقول لي اطلعي بره. قلت لها يا ستي اطلع بره يا دكتوره ليه؟ انا بقول لك انا عندي مشكله ونزيف والكلام ده كله. قالت لي جيب حد من اهلك. قلت لها يا ستي ما مرات اخويا بره. قالت لي ما تنفعش مرات اخوكي. قلت لها طب ادخلها ما عنديش مشكله خالص. قالت لي جيبي والدتك. قلت لها طيب. جبت والدتي، قالت برضو كشفت من بره وعندها برضو التهابات والكلام ده كله. استمريت في النزيف المستمر يا اصدقائي 6 شهور ومش عارفه فيا ايه. حسيت ان انا بتصفى ونفسيتي بقت في الارض، ومفيش حد بيكشف. طبعا انتوا عارفين ان واحده مش متجوزه مش عارفين يكشفوا لها. حتى لما رحنا للدكتوره في المطريه بتقول لها صاحبتي حطي احنا عندنا عشان خاطر التحاليل السرطانات والحاجات الاورام المبكره بيحطوا حاجه لا مؤاخذه يعني يا بنات في الرحم عشان يعرفوا. قالت لي لا 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 يا حبيبتي الكلام ده عندكم في الصربيه بالانجلش طبعا. الكلام ده عندكم في الصربيه، احنا ما عندناش الكلام ده يا ماما. المهم يعني ف يعني والله رغم اصدقائنا المسيحيين برضو، لكن عندهم يعني ما شاء الله عليهم برضو، عندهم الاخلاق وعندهم الادب وعندهم برضو يعني المواضيع ديت مهمه برضو وكده. يعني احنا برضو يعني تحسي ان احنا صعايده اصدقائي. فانا خلاص بقى ما فيش فايده. فرحت قلت قررت في يوم كده من الايام بعد 6 شهور لقيت ان في حاجه بتطلع مني من تحت، حاجه كده تنزل مني، حاجه بتطلع مني شكلها مرعب يا اصدقائي. انا مش هنسى ابدا اللي انا شفته. فانا يعني استغربت جدا، ايه ده؟ حاجه مرعبه جدا يعني طالعه من الرحم يا اصدقائي وانا مش متجوزه. انا خفت جدا يا اصدقائي، خفت جدا، وهو انا معرفتش ايه ده. المهم فانا رحت جري بقى على مستشفى الدمرداش. رحت اكشف. رحت عشان قالوا لي انتي مش متجوزه يا بنتي، طب هاتلنا حد من اهلك عشان خاطر يقبلوا اللي هما اصلا يكشفوا لي. فرحت جبت والدتي اللي هي الست كبيره ومشيتها، يعني انتوا عارفين طبعا مشاوير الدمرداش وكده. مرضوش برضه، قالوا لها لا لازم تجيبي حد للراجل، لا الاخ لا الاب. قلت لهم بابا متوفي والكلام ده. فراح جه اخويا فعلا، دخل اخويا معايا والكلام ده كله. فاول ما الدكتور شافني راح قال دي لازم تعمل عمليه فورا فورا فورا. وفعلا تاني يوم عملت العمليه يا اصدقائي. قال ده نوع من الورم واحنا لازم نشيله، واحنا مش عارفين هو ورم حميد او ورم خبيث. فانا كنت خايفه جدا والله، وكنت زعلان جدا قوي على نفسي والكلام ده. في الوقت ده احنا ما كانش معانا فلوس. فاخويا يعني ربنا يخليه لي يا رب. انتوا عارفين طبعا المستشفيات تقولك اتبرعي بالدم مقابل ان انت ما تدفعيش فلوس. فهو كانوا طالبين تقريبا 700 جنيه او حاجه زي كده. فراح اخويا تبرع بالدم و... وفعلا دخلت المستشفى والكلام ده. وانا مش هنساها له ابدا ولا هنسى. يعني اخويا كان في الوقت ده يعني المسكين لسه حياته برضه بتتكون، لسه طالع من ازمه وفاه ابنه. فكان يعني بيحب اخته. وانا مهما قلت على اخويا ده، انا عندي اخين بس انا عندي اخ يعني انا بحبه جدا. لان الانسان مواقف يا اصدقائي، الانسان مواقف. وربنا ما يحرمني ابدا من اخواتي كلهم الاربعه يا رب. انا مش هنساه ابدا اللي عمله ده ووقفته. فالمهم وانا طالعه من العمليه طبعا انا كنت عملوها لي طبعا وانا في غيبوبه، يعني عملها لي بنج كامل. اول ما فتحت عيني وانا لسه بفتح من عيني قالوا لي ما تخافيش. انتوا عارفين بقى القلق اللي انا في دماغي. قالوا لي ما تخافيش انتي. قالوا لي ما تخافيش ما حصلكيش حاجه وانتي سليمه الحمد لله وما تقلقيش. قلت لهم طيب الحمد لله. الحمد لله. وطبعا الحمد لله خدوا البتاع ده، خدوا عينه من اللي خدوا الجزء ده كله اتشال وحللوه في مكان تبع الاورام ده. فالحمد لله طلع حميد باذن الله الحمد لله. فالموضوع ده اثر فيا جدا حتى يعني اصدقائي اللي انا اعرفهم لما كنت اسالهم ايه ده ايه ما يعرفوش. ما قعدت 6 شهور
عشان خاطر محدش، واحده مش متجوزه وعندها مشاكل، مش عايزين يشوفوا. فليه لما الموضوع بقى طلع، الموضوع كبر، واخدين بالكم؟ فبعد كده اول ما يعني اول ما اتجوزت والكلام ده كنت خايفه جدا يا اصدقائي. كنت خايفه لا يكون حصل حاجه في العمليه. الكلام ده ضحك عليا، وهم اصلا مضوا اخويا ان هم مش مسؤولين عن اي حاجه تحصل لي، لان هي يعني حاجه يعني كده. المهم، فبعد ما انا بعد قعدت شهرين ثلاثه كده، وانا قعدت شهرين ثلاثه كده يا اصدقائي، وانا خايفه الموضوع اللي حصل ده يأثر فيا، وان انا مخلفش والكلام ده كله. رحت للدكتور هنا، قال لي يا بنتي انت سنك فوق ال35، انت مش هتخلفي، يعني الامل في الخلفه قليل. فانا طبعا زعلت جدا جدا. قلت يا لهوي، يعني انا نفسي ان انا اخلف، بس انا كان دعائي دايما، وانا اللي انا بدعي ربي لا تزرني فردا وانت خير الوارثين. وانا لو كنت واثقه من كده، فجأة كده لقيت ان الدنيا كده تقيله والكلام ده، حاسه كده ان انا كارهه نفسي وكارهه الاكل وكارهه الدنيا كلها. لقيت نفسي ان انا حامل يا اصدقائي، يعني افرندس بقى، عشان خاطر انا ما بعرفش اقول لافرندس، ما حدش يا افرندس يقول لي اي حاجه، لان انا كده بس. انا فرندس هي اللي عجباني بس. المهم بس بس يا فريندز، فلقيت نفسي ان انا حامل، ورحت للدكتور. قلت له يا فكره يا دكتور، انا جايه لك عشان خاطر اتابع انا حامل. قال لي ايه ده والله؟ قلت له اه والله، والكلام ده. الدكتور كان جميل جدا، بتفائل بيه بصراحه. هو دكتور موجود هنا في افيون، حتى لما كان بيولدني كان بيشوف ابني انس الاول، بقول له ايه ابيض ولا اسمر؟ قال لي ما تخافيش ابيض. قلت له طيب انا بعد ما اخرج من العمليه انا عازمك على العشاء في البيت يا دكتور. ده كل ده وانا بعمل العمليه طبعا. والله يا ابني ده اصلا طلع سبحان الله ما شاء الله، الصغير ده فلتة برضو ابيض، ابوه انا يعني انا سمرة وابوه اسمر. فالحمد لله، يعني لو ما كنتش شفته في العملية ما كنتش اعرف ان ده ابني اصلا. المهم، فتاني مرة بقى، ده اول مرة في اوزجان ابني، تاني مرة فأنس ابني قال لي نفس الكلام. قال لي ضعيف ومنشطات، وخدي منشطات والكلام ده كله. وخدت فعلا منشطات، والحمد لله ان هو ربنا كرمني بأنس ابني. فانا عايزه اقول لكم يا اصدقائي ان ان بسبب الكسوف، وبسبب يعني الكسوف، وبسبب حاجات كتيره قوي احيانا الناس بتداري عندها ايه، يعني عشان خاطر هي بنت. في بنات ما بتقولش هي عندها ايه يا اصدقائي، او بتتكسف. وايه التعقيد، ايه كميه التعقيد ده؟ تخيلوا 6 شهور لفيت على دكاتره كتير قوي، محدش عايز يكشف لي، علشان خاطر مجرد انا مش متجوزه والكلام ده كله. ف ايه تجربتي مع الخلفه يا اصدقائي؟ انا لو اقول لكم، انا عديت بمراحل كتير قوي في حياتي، كانت مراحل صعبه قوي يا اصدقائي، بس الحمد لله ان ربنا يعني عداني منها وعلمني منها حاجات كتيره قوي. فانا بشكركم يا فريندز على كل الحب وعلى كل الدعم وعلى كل يعني الكلام الجميل اللي بيوصلني. وانا عايزه اقول لكم بالنسبه لاصدقائي اللي هم الفريندز اللي هم الجداد عندي، يعني انا متشكره جدا على حبكم وعلى اشتراككم في القناه. واتمنى ان احنا نكبر يا اصدقائي، اللي انا عايزه ان انا اكبر معاكم، وان انا اكون قناه كبيره بعون الله. الهدف والله مش عشان خاطر النجاح طعمه حلو يا اصدقائي، ان الواحد يكون ناجح، ان الواحد يكون محبوب، ان الواحد يعمل حاجه يحس انها مفيده، يحس ان هو يعني بيعمل حاجه كويسه. انا عايزه كمان اقول لكم خبر مفرح. بعد سنه كامله، حوالي 10 شهور، اول مره اللي انا اقبض فلوس من اليوتيوب. فحاجه ساعدتني جدا، وعايزه اوصي كل الناس اللي هي عندها قنوات يوتيوب، تصدقوا. مفيش مال بينقص من صدقه يا اصدقائي. يعني رغم كل الظروف اللي احنا عدينا فيها في حياتي، واللي انا عديت بيها في حياتي، واللي بابا الله يرحمه عدى بيها في حياته، لكن كان كل سنه بيتصدق وبيدي صدقه لينا، وفي الجامع وفي ايام في الاعياد والكلام ده، للرغم ان الدخل ما يهيأش. لكن والله العظيم سبحانك يا رب العالمين، كنت على طول بلاقي فلوس في جيبي. والله العظيم احيانا ما كنت بعرف تيجي منين. يعني ما فيش في يوم لقيت جيبي فاضي يا اصدقائي.
مفيش في يوم لقيت جيبي فاضي. سبحانك يا رب العالمين. حتى والله دلوقتي لما جوزي بيديني فلوس، بقول له لا، ده انا بيديني مثلا 100 ليرة ولا حاجة، بقول له والله ده كتير. ما انا هعمل بالفلوس ايه؟ هعمل بالفلوس ايه؟ ف فيا اصدقائي، مش الغرض مش الفلوس والله. ان طعم النجاح طعمه حلو، والمحبة كمان طعمها حلو قوي. اللي انت يعني الواحد يحس اللي هو محبوب ولو وسط الناس، وان هو يعني ايه معروف كده ومشهور كده، والحاجات دي حلوة.